السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم احلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهاردة هيكون مدعكة. يعني ما كنتش ناوية انضف، بس يعني الواحد كل ما العيد بيقرب وكل ما بنسمع تكبيرات العيد اللي هو لا شجاعة رهيبة بقى وباور، بناخد باور كده. المهم انا عايزة انضف بقى تنظيف عميق وكده. بس هو الشقة كانت نظيفة اصلا، يعني انا كنت منضفة في رمضان وسافرت وفرشت وكل حاجة، وسافرت قبل العيد بحوالي اسبوع، وجيت بعد العيد بحوالي 10 ايام، وجيت الشقة نظيفة وكل حاجة نظيفة. بس لا، ازاي يجي العيد بقى ما نتهدش؟ ما احنا لو ما تهدناش مش هنحس اصلا بفرحة عيد ولا براحة ولا بأي حاجة خالص. فلازم نتهد عشان نيجي بقى وقت خلاص كده في الاخر نفرح بقى ان خلاص احنا اتهدينا وتمام مزاجنا حلو. المهم بقى ايه، كنت عايزة انضف وكده. فاحنا عندي اوضتين، شايفين الأوضة دي؟ الأوضة دي فيها الشباك، وعندي أوضة تانية. أنا الناس اللي متابعاني عارفة ان انا لما فتحت الشقة التانية على الشقتين على بعض يعني، في الشقة التانية كان الأوضتين صغيرين، فأنا حبيت أفتحهم على بعض. فايه يعني استقرينا ان لا كده أفضل، تبقى أوضة فيها الدولاب والمراية وكده، وأوضة تانية يبقى فيها السرير واتنين كومودينو والشاشة صغيرة وكده. ونعمل فيها بقى شوية ديكورات وكده، بس لسه بقى ما عملتش ستاير ولا سجاد، ويعني ايه بنعمل واحدة واحدة كده. المهم الأوضة دي اللي فيها الشباك دي بتبقى حر جدا، يعني في الحر بتبقى حر قوي، في الشتاء بتبقى حلوة. فجينا الشتاء اللي فات انا قلت لجوزي ايه، هو كان حابب ان الأوضة السرير يعني يبقى في الأوضة اللي فيها البلكونة، فانا قلت له لا انت هات ايه السرير حطه في الأوضة اللي فيها الشباك احلى، عشان الأوضة بتاعة الدولاب تبقى واسعة وكده. وبعد ما حطيناها واستقرينا بصراحة حسيت لا ان الأوضة بتاعة السرير المفروض تبقى اوسع، وكمان الشاشة مش هينفع تتحط غير في الأوضة اللي فيها البلكونة. فقلت له تعال نغير، رفض بصراحه، يعني رفض خالص. فكل ما الجو بدأ يحرر، فهو طبعا الحر بيضايقه، هو اللي بينام في الاوضه فطبعا بيحر كده. فبعد معاناه يعني وافق ان احنا نغير الاوضه. انا كنت خلاص كنت لسه مخلصه يعني تظبيط في الدولاب وكده. وبعد ما خلصت تظبيط في الدولاب وكده عشان يهديني بقى ما اقعدش اهتنيها، وبعد ما خلصت خالص وتمام هو مش راضي يحول وخلاص، قال لي لا يلا ما نحولهم عشان الاوضه دي حر. فخلاص حولناهم وكده، ودي يعني ان شاء الله باذن الله ما عدناش هنحول تاني، هنظبط نفسنا بقى على كده، ونحاول بقى نعمل اي ديكورات وعلى الوضع ده. اللي خلاني ان انا ما احبش السرير يبقى في الاوضه اللي فيها البلكونه، اللي انا فيها الدولاب الوقت اللي احنا بنفك منها الدولاب دي، ان في شباك ورا السرير على طول. انا مش حابه فكره ان يبقى في شباك ورا السرير. فخلاص طالما استقرينا ان احنا نحط يعني السرير في الاوضه دي، هنحاول بقى نحط طابلو او نحط ورق حائط او اي حاجه، ان احنا نداري الشباك وما يبقاش فيه ستاره ورا السرير وكده. يعني لو عندكم افكار برضو قولوا لي يعني. فالمهم بقى فكينا الدولاب، شلنا الهدوم وكده. فقلت بقى قبل ما انزل الدولاب يعني بيبقى عليه تراب طبعا، فشديناه بالمكنسه شفطناه، وبعدين فكينا وكده، فكينا الدولاب طبعا وحولت الاوضه التانية، وبعدين بقينا واحنا بنربطه. مش عايزه اطول الفيديو بقى، فانا يعني ايه ما صورتش غير لما نقلت. ده اللي هو الشباك اللي هيبقى ورا السرير اللي انا بقول لكم عليه، ودي الاوضه اللي فيها البلكونه. هي بصراحه في الحر بتبقى الاوضه دي جواها حلو جدا، لان في شباك قصاد البلكونه وفيها شباكين فبيضربوا هوا في بعض كده بصراحه. هواها حلو قوي يعني، وجواها حلو قوي في الصيف. انما في الشتاء بتبقى ساقعه شويه. فالمهم احنا دي الاوضه اللي احنا هنحط فيها. طبعا الدولاب كان محطوط على الشباك ده، فكان الشباك ده يعني مش باين خالص، ما كنتش اعرف اوصل له. فلما شلنا الدولاب طبعا نضفته، كان عليه كميه تراب طبعا غير عاديه. اول حاجه نفخته بالبلور، وبعدين بالمقشه وكده عشان لو في تراب لازق، ومسحته وكده. الجبس ده بقى لما انا كنت اصلا فتحت الشقتين على بعض وكده، الاوضتين دول ما كانوش اتدهنوا، كانوا مدهونين من قبل كده، وكنت حاطه كل حاجه في الاوضتين دول. فكان الجبس اللي بره طبعا الراجل وهو بيدهن وكده كان نضف الجبس كله من فوق بالبلور، لان الجبس ده عايزه اقول لكم بلم كميه تراب غير عاديه. فاللوتين دول طبعا ما كناش عملناهم، فاحنا ايه نفضناهم بالمره كده عشان يبقى تنظيف عميق بقى. هو ده التنظيف العميق اللي هو كله بقى الاوضه تبقى فاضيه قدامك وتنضفي كله وتفرشي بقى على نظافه. فقمت بقى كنسه، عايزه اقول لكم الكلام ده خد مني يومين كاملين. فشايفين الجبس ده كله والتراب ده كله، كل الحاجات دي نازله من فوق الجبس. لو انت عندك جبس، لو انت بقى ما عرفتيش تفضي الاوضه كده، طبعا لو انت نفضتي الجبس هينزل بقى هيرسب على الحاجات اللي عندك. يعني لو الاوضه فاضيه وتعرفي ان انت تنضفيها كلها بعد ما التراب ده ينزل وتوصلي لكل الاماكن ماشي، لو مش هتعرفي لا بلاش. ممكن تطلعي على سلم بحته هدمه كده تكون يعني منديه او ناشفه الاول، وبعدين منديه وتفضلي تمسحي كده. او لو عندك الزعافه برضو تبقي وانت واقفه من بعيد كده تعملي الحواف اللي فوق داير ما يدور، او زي ما كنت بعمل بالمقشه كده. تمام. هنا كده حولنا السرير، ودينا يعني زي ما انتم شايفين ده البلكونه اهي، والشباك ورا السرير.
فدي الحاجه اللي انا ما كنتش عايزه بصراحه ان انا احط فيها الاوضه عشان كده. بس الاوضه بصراحه وسعها على السرير حلو، يعني الاوضه التانية عشان مش طويله يعني دي طويله شويه فمديها وسع بين السرير. ان انا لو حبيت احط فازه، حبيت احط بوت ورد، حبيت احط اي حاجه، رف كده هيديك يعني مساحه ان انت تلعبي في الاوضه. انما اوضه الدولاب كانت بصراحه واخده يعني كانت في حاجات اماكن كتير يعني ايه مش مستفاده منها، وبعدين الاوضه الصغيره ما كنتش عارفه ان انا احط فيها شاشه ولا اي حاجه للسرير. فهنا بقى انا كنت عامله السرير ده كان هو مولى العادي، ورحت جبت الراجل عمل ليها الميكانيزم عشان طبعا بنرفعه ونحط تحته شنط وحاجات، وبنبقى على طول نحتاج ناخد حاجه او نحط حاجه فبنضطر نشيل المرتبه ونشيل المولى وكده. دلوقتي لا، بنرفعه بس كده وناخد الحاجه اللي تحته وخلاص. عايزه اقول لكم السرير ده اصلا بيبقى لامم كل حاجه تقريبا في البيت، يا اما الدولاب عندك هيبقى فوق بعض. فهو بالنسبه لي يعني تحت السرير ده بالنسبه لي بصراحه يعني حاجه جميله مريح، يعني بيلم كل حاجه عندك. يعني هو بنضف البيت اصلا من الكراكيب. المهم هنا شلت الستاره دي، برضو الستاره دي كانت عندي من قبل كده اصلا ودخلتها الاوضه التانية. كده احنا حطينا الدولاب هو اللي انتوا شايفينه في الاوضه اللي فيها الشباك، يعني خلاص على قد الدولاب والمرايه وبف صغير كده، وكان شكله حلو خلاص. وخلصنا وفرشت ونضفت ونمنا بقى. تاني يوم صحيت الصبح، اول ما صحيت قمت نافضه برضو على السريع لاني بيبقى فيه تراب طبعا بيرسب وكده. وحطيت الستاره اصلا كنت غسلاها وحطاها يعني من قريب مش من بعيد، وكانت لسه نظيفه بصراحه. برضو ما حبيتش اغسلها لان لما بغسلها بحب اكويها، فقلت لا هي حلوه كده وايه، اسيبها كده مؤقتا يعني اما اشوف هعمل ايه، اخلص اللي ورايا. ولو لقيت في وقت ان انا اشيلها واغسلها يبقى في الاخر خالص، عشان اغسلها وافرش على طول يعني واحطها على طول هي بتنشف. انا بغسلها وانشرها يعني واكويها واحطها على طول ما بنشرهاش. فهنا بقى شلت التراب، برضو شايفين لسه في تراب بيطلع برضو. كنست الحته كلها تاني وخلاص. ده بقى اللي هو اكنس وامسح. وبرده مش هفرش على فكره، لان لسه هفرش اخر حاجه خالص كله في العيد، لان لسه برده هعمل رف فوق الشاشه وهخرم. طبعا هينزل تراب، فانا موعوده ان كل عيد لازم اخرم الجدران وانزل تراب بعد ما افرش واخلص فرش وكل حاجه. المهم هنا برده لمعت الدراج ديت الكومودينو الكبير ده، ولمعت كل حاجه. بس الاوضه دي عايزه اقول لكم كل يومين لو ما اتلمعتش يعني بيبقى كميه تراب رهيبه، عشان على الشباك مع ان الشباك بيبقى مقفول. وبتبقى تراب كتير جدا عشان على الشارع، وبصراحة بتتبهدل على طول يعني. فهنا برضو كنست تاني وكنست تاني ولمعتها. هلمعها دلوقتي والشقة كلها تبقى يعني انا اشوفه كل ما بعمل حاجة بكنس وامسح اكنس وامسح، اللي هو بحيث ان الشقه تبقى نظيفه معاكي، يعني حتى وقت ما تحبي تفرشي اللي هو خلاص الحته نظيفه. وبعدين الشقه اما بتبقى كده ما فيش حاجه فرشه عليها والارض مش نظيفه، اللي بيمشي على الارض يروح يقعد على الركنه، فالركنه بتتبهدل واي حاجه عندك بتتبهدل يعني، والسرير بتتبهدل. فبدل ما انت بتنضفي انت بتوسخي، تلاقي كل حاجه عندك بتتبهدل. المهم بقى انا ايه، قلت برضو اجيب الجدران الطين دول زي ما قلت لكم هما ما ادهنوش اصلا، الدهان ده قديم. فانا قلت ايه اجيبهم برضو كده امشي عليهم بالموب ديت امسح الجدران، لان كانت لما تراب بصراحه كتير. وبصراحه نضفت، عايزه اقول لكم ان هي نضفت يعني. هنا كمان في الجزء اللي فوق الشباك ده انا بص كنت فاتحاه عشان عامله فيه بيت ستاره على اساس ان انا كنت هعمل فيه اوضه اطفال. بس لما لقيناها مش نافعه جبت الراجل قفلها لي تاني، بس قفلها بعد ما انا كنت دهنت. فهبقى يعني، والراجل برضو ما جه عمل لي دهن لي الشقه التانية. ما كانش اصلا ينفع يعمل حاجه هنا لان كنت حاطه كل حاجه في الاوضتين دول زي ما قلت لكم. وبعدين يعني في اي وقت هبقى اخلي الراجل يجي يديها لي وش على السريع كده اهو. مش مستاهله حاجه يعني، هي تاخد وش بس بسرعه. ومشيت برضو على الارضيه وكده. بصوا الموب ده زي ما قلت لكم هو حلو للجدران ماشي، وحلو للارضيه يعني مش قوي بصراحه، مش احسن حاجه يعني. فهو انت لو انت عايزه تجيبي موب وليكي مزاج وحبه وكده بلاش تجيبي ده، لان بلاش تجيبي حاجه من الحاجات الغاليه اصلا، ده معدي الالف او الف وشويه بالشحن بتاعه. فبلاش تجيبيه عشان ما تدفعيش مبلغ وفي الاخر تبقي متوقعه حاجه وتيجي حاجه تانية. هاتي الحاجات اللي هي بتبقى في حاجات بتبقى ب 500، يعني مثلا في حاجات ب 300 وب 200 خليكي برضو في ابو 500 يعني اضمن تمام. فهو حلو للجدران، واي موب تاني هتجيبيه باي سعر هيقضي نفس الغرض على فكره. هو ما بيعصرش احسن حاجه بتهيألي اللي يفرق الموب من التاني العصر. وكمان الفرشه بتاعته اللي هي البتاعه بتاعته اللي هي اللي بتمسح ديت يعني الفوطه بتاعته مش احسن حاجه برضو، مش واو يعني. هي بتبقى احسن حلوه اول وتاني وتالت لغايه رابع مره، بعدين خلاص بتبقى وحشه. طريقه عايزه تاخدي بقى اللي هو يعني اللي يعني اللي هو تبقى احسن نتيجه يعني.
تحطي بقى واحده جديده. فاحنا مش هنفضل بقى كل شويه نجيب واحده جديده. فهي عامه هي حلوه ماشي الحال والله، بس لا ما ادفعش فيها السعر ده واجيبها وتديني النتيجه دي، بصراحه ما عجبتنيش. المهم هنا دي حافظه عندي، فانا كنت بفكر اخدها واقصها واعملها للناحيتين. انا زي ما قلت لكم ما جبتش سجاد ولا ستاير، لسه بفرش في الحاجات اللي عندي، واحده واحده هنبدا نجيب. بس هبدا بالصالات بصراحه، مش هبدا بالاوض. ولو انت وصلت لغايه هنا برضو ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك وتقولي لي رايك. هنا انا كنت فرشت الاوضه التانية، حطيت السجاده بس مؤقتا. على فكره كل ده شلته وغسلته، هنزل لكم الفيديو التاني. بس حطيتها اللي هو زي ما قلت لكم ايه، يعني كده بس عشان ما اعكش الدنيا. يعني انا فرشتها عشان انا بشيل يعني اوضه اوضه. عما اوصل لغسل السجاده دي هقوم شايلاها، يعني ده مش الفرش الاخير اصلا، لان خلاص هو العيد كلها كام يوم وخلاص. انا على فكره الفيديو ده اصلا من يومين ثلاثه. انما انا اصلا شلت السجاد كله غسلته. فانا عم اوصل بقى للسجاده دي قلت افرشها، عشان برضو اللي يمشي على الارض ما ياخدش التراب في ايده ويعك حاجه تانية. هنا انا كنت الشباك ده بيدخل نور جامد جدا طبعا، وبلم دبان طبعا وكده، لو في دبان متعرفش تطلعيه. فانا جايبه اللي هو اللزق ده من عند بتوع اللزق، وحاطه عليه لزق اسود وحطاه عليه، فبيظلل حلو قوي مش بيدخل نور. ودي الشاشة كده هنعلقها ونحط فوقها رف، وهنزلكوا الشكل النهائي في ان شاء الله في الفيديو الاخير بتاع فرش العيد. وهستنى منك كومنت حلو، وكل سنة وانتم طيبين.